واحده، يعني من غير سياده الموسيقار ما اعرفش مين كان هيضحكنا اصلا. طب سيبك من الفيديو ده، في فيديو تاني بقى لسياده الموسيقار بيقول لك لو سمعت اغنيه سطلانه بتاعه طاهر محمد طاهر في مباراه الاهلي والزمالك القادمه، بلغ لاعيبه الزمالك انهم هينسحبوا من المباراه لو سمع اغنيه سطلانه بتاعه طاهر محمد طاهر. لو سمعها في مباراه الاهلي والزمالك القادمه مش هيكمل المباراه. انا مش فاهم هي مضايقاك في ايه؟ انت هنا مثلا بتتضامن مع جمهور الوداد المغربي، يعني مثلا الاغنيه دي اصلا كانت تحفيل على جمهور الوداد المغربي واحتفال طاهر محمد طاهر بعد فوز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا. انت مالك؟ حتى اغنيه فيديو جديد وقديم في نفس الوقت، لان طبعا كلنا عارفين ان ده كلام مكرر من 2002. كل مؤتمر بيعمله سياده الموسيقار لازم يتكلم عن الخطيب، ورجع الساعات يا خطيب وال220 مليون يا خطيب. معرفش ايه حوار الخطيب مع سياده الموسيقار، ده غير ان هو عمال بيذل في جمهور نادي الزمالك علشان بطوله الدوري اللي خدها في 2021 على اساس ان هو خد كاس العالم للانديه. ده كل طموحه ان هو خد بطوله الدوري، ما ينافسش مع الاهلي وبقيه الانديه على بطوله دوري ابطال افريقيا فيها بالافراج عنك مثلا. ده مش معناه غير كده ان انت عايز يا جمهور الزمالك يعمل لك قانون، هو القانون حكم وجمهور الزمالك يعمل لك ايه؟ سيبك دلوقتي بقى من سياده الموسيقار وتعالى نتكلم في المفيد. النادي الاهلي ومارسيل كولر مجهز 6 صفقات من العيار الثقيل. يعني عايز اقول لك ان النادي الاهلي هيتعاقد مع 6 صفقات. يعني لو كان حمدي فتحي او محمد عبد المنعم او اللعيبه المهمه الكبيره، عايز اقول لك ان اللعيبه النجوم اللي هيرحلوا عن الفريق ان شاء الله هيتعوضوا بلعيبه السوق. محمد رضا بوبو جاي النادي الاهلي، موليكا لاعب بشكتاش التركي بنسبه كبيره جاي النادي الاهلي. والاعلان الرسمي عن ال6 صفقات النادي الاهلي هيعلن عنهم خلال الفتره القادمه بجميع مراكزهم. مارسيل كولر عايز مهاجم صريح، عايز صانع العاب على اعلى مستوى، عايز مدافع على اعلى مستوى، عايز باك رايت على اعلى مستوى، لان علي معلول طبعا كلكم عارفين عار من سموحه من النادي الاهلي هيلعب في بيراميدز، ووليد الكارت هيجي للنادي الاهلي. لاعب الكواليتي عنده عالي جدا، لاعب كوير بمعنى الكلمه، عامل زي بن شرقي وفرجاني ساسي، دول لعيبه كوره. يعني اللي عايز اقوله لك اللي واضح حاليا من ال6 صفقات بالاسماء اللي النادي الاهلي بيتعاقد معاهم: وليد الكارت لاعب بيراميدز والوداد المغربي السابق، محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر، موليكا لاعب بشكتاش التركي، وبن رمضان لاعب الترجي التونسي. 4 صفقات اللي النادي الاهلي بيتعاقد معاهم في الوقت الحالي، والاعلان الرسمي عن ال4 صفقات دول خلال الساعات القادمه. ده بالاضافه للصفقتين اللي النادي الاهلي لسه ما حددش هما مين، سواء الباك رايت مكان علي معلول او السيرد باك مع محمد في جميع المراكز اللي هو عايزها. اكيد طبعا عايز تعرف مين اللي هيرحل عن النادي الاهلي. طبعا مفيش كلام برونو سافيو، ايمن اشرف، شادي حسين، وحمدي فتحي، وفي كلام محمد عبد المنعم للهلال السعودي، لان الهلال السعودي مقدم عرض ضخم جدا 12 مليون دولار لمحمد عبد المنعم. ولكن النادي الاهلي ومارسيل كولر بيفكروا لسه في موضوع محمد عبد المنعم، لان طبعا كلنا عارفين ان هو الافضل حاليا في النادي الاهلي وفي افريقيا، فمش من السهل ان انت تفرط في لاعب سوبر زي محمد عبد المنعم في ظل ان انت اصلا عندك نقص في هذا المكان وبتحاول تدور على لاعب سوبر بنفس مستوى محمد عبد المنعم. بس كده، وده كان فيديو اتكلمنا